بقول لك ايه يا همت، عايزين بقى نتكلم في موضوع بجد. اتفضلي. احنا دلوقتي نموذجين، حد متجوز وحد مش متجوز. طيب انا هنصح نصيحه للناس اللي ما اتجوزتش. في ناس عدت ال30 وعدت ال35 وداخله على ال40. انا نصيحتي ان هم يعيشوا حياتهم. يعيش حياتهم ازاي؟ يعني يشتغلوا، يبقى ليهم صحاب، يخرجوا، ما يوقفوش حياتهم على الراجل. ده طبعا دي نصيحتي. ماشي. طيب بالنسبه لك انت اتجوزتي، تنصحي ازاي الستات ان هم يحافظوا على بيتهم؟ يحافظوا على بيتهم. يعني مش عارفه. يعني ازاي الست انها تحاول تجذب الراجل انه يبقى قاعد اكترته في البيت؟ لان معظم الستات بتتضايق من معظم الراجل بيقعد على القهوه معظم الوقت. احنا عايزين نجذبه يقعد في البيت مع الست. لازم تغير من حياتها، وتغير برضو الزوجة، تغير من نفسها ومن طريقة كلامها مع جوزها وطريقة أسلوبها ولبسها وشكلها، حتى في طريقة البيت، عشان ما يزهقش. وهيزهق الراجل، هيضطر ينزل لأصحابه في القهوة، يقعد مع أصحابه في القهوة بس. إنما هو يتغير من كل حاجة تمام. على ردك اللي انت قلتيه حلو. طب انت قلتي من نظام البيت، من طريقه لبس، احنا قصدنا على طريقه التفكير. الراجل يحب ايه في التفكير؟ يعني شايف هو يحب انها تبقى متطابقه زيه، ولا تكملوا يكون في اختلافات، يعني اختلافات يكملوا بعض؟ لا، يكملوا بعض. انما هيبقى هما الاثنين نفس سيستم او دماغ واحده، لا. ان ممكن هو يكملها وهي تكمله. انا قابلت بعض ناس يقول لك لا دي زيي بالظبط في كل حاجه. طب انا لاحظت، قلت لهم يا جماعه لو زيك بالظبط هتبقى ملل. لازم يبقى في مناقره كده، يا اما يكملوا بعض الحاجات دي. يعني انت كده شايفه انه افضل؟ طبعا. طب دي نصيحتي يا جماعه للست المتجوزه. انا نصيحتي بقى اللي ما اتجوزتش، تعيشي حياتك وما تقعدش اجري ورا الراجل، انا عايزه اتجوز، انا عندي مش عارف. عيشي حياتك، لان يعلم ايه اللي هيحصل فيما بعد. ما تضيعيش اي وقت من حياتك الا ما تعيشي مبسوطه. يا رب يعني دي نصيحتك، انها تبقى دايما يعني تكون مختلفه. اكيد طبعا، عشان الراجل ما يزهقش ويمل منها ومن البيت، وينزل كل يوم القهوه مع اصحابه، او ينزل الصبح ما يرضاش يروح البيت يكمل بقيه اليوم كله بره، ويجي بالليل على النوم مش عارف ايه. ليه على ايه يعني؟ لازم تغير من نفسها ومن حياتها، من طريقه كلامها ولبسها ومن طريقه البيت، وتخلي البيت كده شكله حلو وريحته حلوه وهي جميله. هو مش هيزهق. ده رأي حضرتك، وده رأيي برضو، ان الواحدة ما تركزش حياتها على الراجل. اكيد طبعا. بالذات اللي ما اتجوزتش. عيشي حياتك بجميع الطرق، وما تقوليش الناس هتقولي، الناس هتسوي. عيشي حياتك زي ما انت عايزة. ده رأيي. ودي يا جماعة الحلقة بتاعتنا، وان شاء الله ممكن نعمل افكار تانية ان شاء الله. تمام يا جماعة، نعمل لكم الفكرة دي. هتنزل على اليوتيوب، وهتنزل على التيك توك ان شاء الله. وتقولنا بقى رأيكم بصراحة، وتشتركوا كمان بالمرة يا ريت يعني. ولو عجبتكم فكره ان احنا عاملين ان احنا نتناقش وكل واحد ندي رايه، ان انت عندكم نموذجين، متجوز ومش متجوز. اللي عنده افكار عايز يقولها نتناقش فيها يقول، واحنا نعملها.